صلى الله عليه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. امبارح الناس في المحاضرة بتاعت اكسل، انا كنت مستني الناس تسأل يعني حاجات عميقة ريليتد بشغلهم. ليه؟ اصل المجال واسع قوي، هو هيتشرح فيه ايه ولا ايه؟ انت عاوز ايه بالظبط؟ فبالتالي مستني اسمع ان حد محتاج يعمل ريبورت بشكل معين، مستني حد اسمع ان هو محتاج يصمم قائمة او تقرير بشكل معين، نظام ادخال بشكل معين. لكن الظاهر من حضوري لمحاضرة امبارح دي اني مستشعر يا اما الناس كلها تمام في الاكسل وبتصمم انظمة وبتطلع تقارير ورابطة الدنيا ببعضها والدنيا بالنسبة لها تمام وكويسة في كل حاجة، يا اما بقى الناس متكاسلة اصلا انها تتعلم او تسأل. انت ما بتسألش ليه؟ انت ما بتسألش ليه؟ انت عارف كل حاجة؟ انت ما بتسألش ليه؟ اسأل. المحاضرة اللي بتتوجه بالأسئلة بتبقى مفيدة أكتر. بتبقى ليه؟ عشان بنسمع من واحد حالة فعلية هو بيعيشها، واقع حقيقي هو بيعيشه، فبينقله لنا. والله العظيم ما في أفيد من دراسة الواقع. وأنا قلت لك حتى وإن كان الواقع غير قابل للتطبيق المحاسبي، لكن أنت أكل عيشك منين؟ من الواقع اللي أنت هتشتغل فيه، مش من المدينة الفاضلة بتاعت المعايير المحاسبية. فطبيعي انت اول ما تدخل على بيزنس هيبقى فيه هرجلة، فالهرجلة دي بقى تلمها ازاي وتنظمها ازاي وترتبها ازاي وتعدل الدورة المستندية ازاي والدورة المحاسبية ازاي بما يتوافق مع التطبيق المحاسبي. اذا في منطقة فيها بيزنسز كتير قوي يا جماعة مش متنظمة اصلا، مش مترتبة اصلا. بيزنس قام على صاحبه راجل صنايعي، راجل فني، راجل تاجر، راجل صانع، ابتدى واحدة واحدة بالنوتة والاجنتة لحد ما مرة واحدة كبرت معاه وربنا رزق ووسع عليه. لفترة طويلة بيبقى في غنى عن المحاسبة لان الحسابات بتبقى في دماغه، لكن بيجي وقت بيبقى عايز ينطلق، عاوز يستثمر، عاوز يكبر، عايز يبحث عن مصادر تمويل ومصبات للاستثمار، عايز يفوق لحتة تانية. مش عايز بقى يقعد يشوف الايجنت بتاع الموردين قد ايه ومعدل دوران المخزون قد ايه والبضاعة الراكدة قد ايه. المنطقة الاوبريشنال دي بالكامل هو عايز يسيبها لإدارة. احنا بقى مش بنتكلم على بيزنس مالتي ناشونال ولا شركة اصلا متحوكمة، لان عدد الشركات اللي ما بتيجي تتأسس وتتهيكل وتشتغل ماشية على الكتاب 5% من المجتمع المحاسبي. الشركات لما تيجي تتأسس ويبقى راس المال بتاعها مظبوط والاكتتاب بتاعها مظبوط واللي موجود في السجل هو اللي موجود، مفيش اي مشاكل فيها وماشيه تمام سلمي، هي 5% من المجتمع المحاسبي. وال95% احنا بنتكلم في منشآت بالنسبه للمحاسبه هي منشآت بايظه ومحتاجه شغل ومحتاجه تشمر وترتب وتنظم. بيواجه المحاسب برضه مشكله تانية في الاوقات دي، ايه؟ ان ممكن يكون صاحب الشغل او المستفيد مش شايفه اصلا ولا شايف تقاريره ولا مستشعرها. المره اللي فاتت احد الساده الزملاء بيقول لي استلم شغل جديد، فقلت له يا فندم هديك ميتنج بيني وبينك برايفت انا وانت بس. ليه؟ انا اقدر اقرا واقول لك انت ممكن تبدع ازاي، هسمع انت قاعد فين، بتريبورت مين، ايه المعلومات اللي موجوده تحت ايديك، وهقدر بالملاحظه اقول لك اعمل التقرير ده بالطريقه الفلانيه بعد ما اسمع. وبالفعل تواصلت مع السيد الزميل وبعت له لينك واتقابلنا، فطلبت منه ايه؟ اديني ريبورتات بكافه الريلز اللي تحت ايديك، ايه المعلومات الصحيحه اللي موجوده تحت ايديك. ما انا ما اعرفش هو فين نطاقه، ما انا جيت استلم فبقول له انت من ساعه ما مسكت شغل لحد النهارده
هل في مبيعات حقيقيه تحت ايديك؟ هل في رصيد عملاء حقيقي؟ هل في رصيد مشتريات حقيقي؟ فبساله على ده، فبيقول لي تقارير ايه؟ قلت له يا سيدي لو تديني قائمه الدخل والميزانيه بوس ايدك ورجلك. قال لي لا اصل هم كلهم فيك. طب فيك ليه؟ اصل احنا بنرتبهم بالطريقه الفلانيه عشان نقدمهم للجهه الفلانيه. قلت له يا فندم انا هنا مش هقدر افيدك. صدق نفسك بقى وصدقني، افهمني. قلت له انا هنا ايه؟ مش هقدر افيدك، لان انا قبل كده قلت لحضرتك اي تحليلات ماليه قامت على معلومات محاسبيه غير دقيقه هو مضيعه للوقت، ملهاش اي لازمه، احنا هنضيع وقت. ففندم بعت لي القوائم والتقارير اللي موجوده تحت ايديه، وانا قلت له فاكتس، انا عايز فاكتس، انا عايز كل حاجه صح، كل الارقام المظبوطه، كل المعلومات. اصل انا في معلومات قلت له مش مهم المعلومات اللي انت ما تعرفهاش، المهم المعلومات اللي انت تعرفها، لمها وهاتها تحت ايديك واديها لي. فقام باعت لي تقارير، فدخلت بصيت التقارير وتفحصتها وقلت ابعت له تاني عشان ندردش في التقارير دي. فبتصل بيه تاني فقلت له المبيعات، قال لي لا اصل المبيعات مش حقيقيه. طب المشتريات؟ قال لي لا المشتريات فيها كذا عشان فواتير كذا. طب ما انا قايل لك انا مش هعرف اساعدك هنا في المنطقه دي، طب ما احنا هنا هنستفاد ايه؟ ما انا عايز افهم كويس انت قاعد فين، على انهي كرسي، بتكلم انهي موظف، فوقيك انهي مدير، ايه علاقاتك الوظيفيه، ايه المعلومات الحقيقيه اللي تحت ايديك، عشان لما تيجي تقول معلومه معتمده على المعلومات اللي موجوده تحت ايديك الكل يعمل لك ازاي؟ كده الكل ينتبه لك. لكن لو انت بتديني تحليلات ومعلومات على قوائم ماليه مضروبه، بذمتك هسمعك؟ يعني تقول لي واضح من خلال قائمه الدخل اللي احنا قدمناها للجهه الفلانيه ان معدل الدوران كذا ولا نسبه مجمل الربح كذا، في حد هيسمعك؟ ما ترد عليا يا اخي الكريم، في حد هيسمعك؟ اذا اي تحليلات ومؤشرات ماليه اتبنت اعتمادا على معلومات محاسبيه غير دقيقه فهي مضيعه للوقت ومحدش هيسمعني. طب انت صاحب البيزنس يا شيخ وانا راجل المحاسب بتاعك، وعجلنا وطبخنا قوائم ماليه مع بعض وحطينا فيها مبيعات ورطعنا فيها مشتريات وقللنا ضريبه وزودنا ضريبه ومنجهنا الدنيا ودخلنا ده مصروف ودخلنا وطلعنا نتيجه اعمال. فهل لما اجي اقول لك بس نتيجه الاعمال دي ممتازه او نتيجه الاعمال دي سيئه قوي على فكره، ده احنا كده في كارثه، انت هتسمعني؟ لما اجي اقول لك تكلفه المشتريات بالنسبه لتكلفه البضاعه، انت هتسمعني؟ اذا انت مش هتسمعني. اذا المنطقه بتاعت المعلومات الفيك والتقارير الفيك اللي معده لاغراض خاصه، اللي معده لاغراض خاصه، مش منطقه ابداع. ارجع بقى لورا كده واديني المعلومات الصح. يا استاذ ما انا بقول لك، بتقول لي ايه؟ بقول لك ان المعلومات الصح مش كلها تحت ايدي وانا مدرك ده. افهمني بقى وهات من الاخر. بقول لحضرتك ايه المعلومات الصح اللي ممكن تكون موجوده تحت ايديك. وهنا بقى مستحيل حضرتك تقول لي انا موجود في مكان ما بتعديش قدامي معلومات صح. مستحيل، حتى لو كان نطاقها صغير. فلو افترضنا ان في محاسب عملاء، فعلى الاقل هو متابع ارصده العملاء وتحصيلاتهم والبضاعه اللي بياخدوها. مش دي معلومات عندك صح يا سيدي الناس؟ اللي متابع ارصده البنوك ما طبيعي يا فندم عارف ايه اللي دخل وايه اللي خرج وايه المقبوضات وايه المدفوعات وايه الصح. اللي متابع المخازن، اللي متابع الموردين، اللي متابع التصنيع واوامر التشغيل، اللي متابع. ما هو اكيد اي حد متابع عشان يراقب وعشان يتابع ويحصل ويسدد، فاكيد في معلومات صح موجوده تحت ايديك. دي نقطه الانطلاق بتاعت حضرتك. بس فكك بقى من الفيك والبالونه واعداد القوائم الفيك اللي انت بتعمله. دي نقطه اللي انت هتقدر تبدا منها تعيش مهنه المحاسبه. ليه يا فندم؟ لان انت ممكن تكون مش في حمل دلوقتي انك تجتهد في اماكن تانية ما تعودش عليك بعائد، ما تدالكش فلوس. لكن كون اللي انا بجتهد على فاكتس موجوده عندي في المنشاه اللي انا موجود فيها، لا انا هنا وارد ازيد، انا وارد اتقدر،
انا وارد احترم نفسي، انا وارد اللي حواليا يحترموني لو انا وصلت لحاجه، وارد. فانا عشان كده بقول لحضرتك ايه، اكتر ارض خصبه ليك انك تبدا مهنه المحاسبه والماليه هي الوظيفه اللي انت موجود فيها، وان ضألت شكلها واهميتها ايا كان انت موجود فين، انت هتقدر تبدا من هنا. تمام؟ فلازم الواقع ده انت تحبه، ما انت ما قدامكش غيره. تقول انا شغال ب 3000 ريال، انا شغال بقى في غيره؟ ما هو اكيد لو في غيره انت مش هتبقى في محل اتخاذ قرار، ما انت اكيد كنت هتسيب. لكن طالما انت شغال هنا يبقى البيزنس ده محقق لك كومفورت زون معينه، خلاص اتعودت قريب، يعني عندك اعتبارات تانية مقيم عليها اللي انت تمام هنا، وال 3000 ريال بيقضوك وماشي الدنيا. فخلاص ده واقع، يبقى ده لازم اصدقه، انا موجود في الوظيفه دي. خلاص هبدا منين؟ من الفاكتس. ازاي يا فندم؟ فين المعلومات الحقيقيه اللي بتمر تحت ايدي؟ فانا يا فندم لو محاسب عملاء على سبيل المثال، فبالتالي انا ايدي مش طايله المخازن، وايدي مش طايله التكاليف، وايدي مش طايله الموردين، وايدي مش طايله القوائم الماليه والتقارير الماليه اللي بتجيب فلوس دي. انا كل قعدتي فين؟ في العملاء. طب تقدر تقول لي كام شكل تقرير حقيقي انت تقدر تعمله على العملاء بس؟ كام شكل تقرير؟ كم معلومة انت ممكن تدهاني على العملاء؟ كم معلومة؟ كم معلومة ممكن يتم تتبعها في تقرير؟ مش انت ماسك عملاء؟ مش العملاء صح؟ مش على ايدك؟ مش رصيدهم صح؟ مش المبيعات ليهم وارصدتها صح؟ مش المردودات صح؟ مش المسموحات صح؟ مش الخصومات صح؟ مش التسديدات صح؟ صح؟ مش ده موجود تحت ايديك وانت متابعه؟ وتقدر يبقى عندك ارصده لاول الفتره وارصده لاخر الفتره، وتقدر تطلع لي بالليميت الائتماني لكل عميل، وتديني الارمات ده العملاء دول عدوا مواعيد الاستحقاق وفترات الائتمان، وتقدر تديني وتحسب الفترات بتاعت التحصيل لكل الفواتير اللي طلعت للعملاء، وتديني الارمات وتديني معلومات. هو انت ما تقدرش تحسب معدل دوران العملاء وتطلع معدل دوران كل عميل معاك في السنه، كل عميل على مستوى كل عميل، وتطلع ارقام تصنف بيها جوده العملاء ونقول العملاء دول كويسين؟ هو صاحب البيزنس فاهم الكلام ده؟ اطلاقا اطلاقا. لما اجي اقول لحضرتك متوسط فتره التحصيل او فتره التحصيل على مستوى كل عميل، متوسط فتره التحصيل على مستوى كل عميل، ادي مبيعاته انت معايا، وادي رصيده اول المده، وادي رصيده اخر المده لو انا عايز اجيب متوسط العميل ده، متوسط رصيد العميل ده، وادي تسديدات، وادي الفترات، اقدر احسب لكل عميل واعيد التصنيفات. هل يفهم معدل دوران العملاء؟ صاحب البيزنس يفهموا معدل دوران العملاء؟ ممكن بس من خلال الكلمه يستنتج يعني العملاء دول داروا معانا كام مره، لكن قياسها بالارقام والمؤشرات. متوسط فتره التحصيل اللي بس لو قرصت عليها يومين ثلاثه ممكن ازود الربحيه 20-30%. لو قللت فترات التحصيل وتابعت وكان عندي اداره للتحصيل رسمه منهج واضح، ما انت بتاع العميل راسم منهج واضح للتحصيلات، والمنهج ده بيحصل عليه انحرافات، وبتراقب وبتلب وبتلم وبتعمل وبتتابع العملاء، هقدر اتوقع التحصيلات بناء على حجم المبيعات، هقدر اقول التدفقات النقديه اللي ممكن تدخل الشهر اللي جاي قد ايه والشهر اللي بعديه. انا بكلمك في منطقه واحده يا جماعه، فاهم؟ انا كل ده بكلمك في منطقه ايه؟ واحده. ان انت شغال في منطقه ايه؟ في منطقه عملاء. تمام؟ قبل كده كنت قلت لو انا يا سيدي ماسك امين مخازن، انا محاسب وماسك امين مخازن، اوكي؟ فيا اخي ابدع في وظيفتك طالما مفيش غيرها معروض عليك، مفيش غيرها معروض عليا. طب انا محاسب وماسك امين مخازن، طب اعمل تقرير عن المخزون. يقول لي لا ده انا اخري صرف واستلام، ده انا ما عنديش تكاليف حتى، ده انا ما اعرفش الحاجه اللي جوه دي بكام. انتوا معايا يا جماعه؟ ما اعرفش حاجه جوه دي. اعمل يا عم، اعمل تقارير كميه، يا عم اعمل تقارير كميه، تعرف الكميات من الاصناف،
اللي دخل قد ايه واللي خرج قد ايه والانحراف قد ايه، وايه بطيء الحركه، وايه راكد عندك في المخزن ما بيتباعش، وايه سريع الحركه، وايه اكتر صنف شغال، وايه. مش تقدر تقدم ده؟ مش انت بتقول لي بقى انا ما عنديش تكاليف وما عنديش ارقام؟ طب ما انت يا فندم ممكن تقدم تقارير معتمده على الكميات. مين هيقدر؟ لا يا فندم، هنا بقى دي زي ما تكون بترمي الصناره وانت بتقسم على الله، وبتقسم بقى خلاص ان ايه؟ ان والله العظيم انا هرمي الصناره واطلع سمكه. لا، مين هيقدر دي بقى يا فندم؟ مش بتاعتك. لان انا قلت لحضرتك السيد الفاضل اللي كان معاك امبارح بسم الله ما شاء الله وضعه الوظيفي والمهني ممتاز جدا جدا جدا، اتنقل نقله سريعه في عده مستويات وظيفيه لمجرد تقرير اتشاف على مكتبه بالصدفه. انت فاهم يا فندم؟ بالصدفه. بالصدفه المستفيد الاول معدي تقرير، يا فندم ده انا كنت متابع كذا. تعالى يا ابني، انت مكانك مش هنا. انت مكانك مش هنا. فهل هو كان مدرك وقت ما كان مثابر وكان بيعد هذه التقارير وكان بيطلع المؤشرات دي، هل هو كان مدرك ان الموقف ده هيحصل؟ انا مش بحكي لك خيال، والله ما كان مدرك يا شيخ، والله ما كان مدرك يا شيخ، وراح. فانت حضرتك تقول لي اصل انا لو عملت ده مين هيقدر؟ انا كفايه اللي انا بروح الشغل وبرجع الشغل وخلاص، وهي شركه خلاص حصراني، والجو والصراع التنظيمي والثقافه التنظيميه وانا قرفان منهم وهم قرفانين مني، وانا بروح الشغل وبمشي من الشغل والدنيا عك وانا مخنوق وجاب اخري وعايز انط في حته ثانيه. مش هتنط في حته افضل غير لما تنجح في مكانك. انت هربان، ما تثبت نفسك في مكانك الاول عشان وانت ماشي يتبكي عليك، بدل ما يتقال غار يا اخي. على الاقل تبقى واثق ان ده هيحصل من الخدمات والقيمه اللي انت قدمتها. فاذا ما كنتش، اذا كان عندك وقت في الوظيفه بتاعتك اللي هي 8 ساعات ولا 9 ساعات، يا اخي يا اخي يا اخي، اصل عشان ما حدش يقول عليا شرير، انت الثلاث اربع ساعات اللي انت بتقبض عليهم وما بتستثمرهمش في صالح الشغل هم حرام. هم حرام يا فندم، والله انا اسف، بس الوقت بتاع الصلاه المفروض تستأذن فيه صاحب الشغل، فما بالك الوقت اللي انت قاعد فيه على السوشيال ميديا ومش مستثمر وقتك؟ ما انت هتركز امتى؟ فلازم توجد جواك الشغف والدافع، وتوجد لنفسك الحافز المادي الملموس اللي يخليني انجح هنا حتى لو البيئه غير مناسبه، واطور هنا واحسن هنا واعدل هنا وانظف هنا، واستنى واصبر 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 لحد ما تقدر. وهتتقدر قسما بالله العظيم. ولو ما تقدرتش في مكانك ساعتها هتبقى تقيل وعندك الثقة اللي تخليك مطمن على مستقبلك ومطمن على نفسك. هتبقى تمام، هتبقى مش قلقان، هتبقى بتقول على الله والارزاق على الله. لكن طول ما انت ما بتتعلمش وما بتدرس ما بتطورش نفسك، هتفضل انا اسف جبان، خايف على المكان اللي انت فيه وما بتتعلمش وما بتطورش. فانا اسف، بعض الناس يزدادوا جهلا، ولما يزدادوا جهلا يزدادوا كبرا، يبقى متكبر، يزق في الكلام ويعمل نفسه فهلاوي ويتكلم في الغلط ويتكلم في الصح ويتكلم كتير ويتكلم على طول. ما انت فاضي، ما انت فاضي. فانت لازم ما تكونش ده، لازم تبقى صبور، ولازم تستثمر وقتك وتحسن من جودة تقاريرك. المحاسب تقرير قسما بالله، ادوني واحد دلوقتي بيعمل تقارير قسما بالله، تقارير والله العظيم. تعالى لا، انا ضيعت وقت كتير في مقابلات مع ناس بتقول بتعمل وما بتعملش. فاحنا يا فندم بتوع تقارير، ولازم تبقى صايع في تقاريرك. انا بقول لك من خلال ممارساتي المحدودة، يعني اللهم لك الحمد، انا المسؤول الاول والاخير عن الادارة المالية من 10 ل 15 شركة تقال، ومن خلال احتكاكاتي. فانا بقول لحضرتك خليك صايع في تقريرك، لان في معظم الاحوال اصحاب البيزنس دول هو مش فضيلك، هو برضه مش فضيلك، هو عنده اهتمامات تانية وعنده تاني وعنده وانت جزء. انت مش شايف شغلك؟ ما خلاص بقى، مش انت جيت؟ ما خلاص، ما تمشي الدنيا. ازاي هيسمعك؟
ازاي؟ اسمعني، واحد يقول لي شكل قائمه المركز المالي الامثل، يا ترى مستوى الافصاح فيها يبقى لحد فين؟ قائمه الدخل، يا ترى احط مصروف نسريات ومصروف بنزين ومصروف هوالك واحط المصروفات كل بند باسمها، ولا اكتب مصروفات اخرى، ولا اصنف الموضوع؟ كل واحد كيس، لان انت عارف انت بتقدم التقرير ده لمين وهو محتاج يشوف ايه. فيا فندم انا بالنسبه لي خير الكلام ما قل ودل، والله العظيم. اديني قائمه مركز مالي فيها اصول ثابته، اصول متداوله، اصول قصيره التزامات قصيره الاجل، التزامات طويله الاجل، وحقوق. شكرا. واديني قائمه دخل فيها ايرادات وفيها مصروفات وفيها نتيجه اعمال، واديني قائمه تدفق نقد فيها مقبوضات ومدفوعات. ضربت لك بالمحاسبه ضرب عرض الحائط انا. مع السلامه يا محاسبه، مع السلامه يا محاسبه. ما انا لازم اجيب الراجل، ما انا لازم اقول له تعالى اصولك المتداوله اللي تحت ايديك اهي، التزاماتك المتقدمه قوي، صافي راس المال العامل بتاع حضرتك كذا، شويه الاصول الثابته اللي عند حضرتك بكذا، على دول يبقى ده راس المال المستثمر. ممول من فين؟ قروض بكذا وراس مالك بكذا. ياه، خلصت يا فندم. ايه؟ فلوسك السيوله، حسابات سيوله، حسابات مخازن، حسابات قبض، حسابات بكام؟ حسابات داينه وحسابات دفع بكام؟ موردين وبتاع ومقدمات. السيوله اللي ليك او اللي عليك، لان كتير جدا بنحتك ببزنس بيشتغل براس مال العامل سالب عادي، نمشي الدنيا. خد بقى راس المال العامل ده، حط عليه الاصول الثابته، شويه الاصول الثابته بتاعتك وطويله الاجل، فده يا فندم راس المال المستثمر. ممول من فين؟ الفلوس دي بقى ال 10 مليون، ال 100 مليون، ال 30 مليون. 30 مليون دول في منهم 10 مليون قروض، وفي منهم 20 مليون بتوع سعادتك، عباره عن راس مالك اضافه الى الارباح المحتجزه عن الفترات اللي فاتت والاحتياطيات ان وجد، اضافه الى ربح الفتره الحاليه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. سأل عن تفاصيل، يا مرحب بيه. ايه هي حسابات القبض؟ ما هو هيسأل وانت هتسمع وهتقدم تقرير وهيطلب تفسير وهتعمل تفسير، فهتفضل تحسن في تقاريرك بما يتوافق مع رغبته. هو بيشوف ايه؟ هو بيبص على ايه؟ فانا يا فندم هاجي في ورقه واحده او ما اقول له تعالى انت حكايتك وروايتك كالاتي: فلوسك اللي تحت ايديك، التزاماتك اللي عليك، راس المال العامل، شويه الاصول الثابته، راس مال مستثمر، قروض منه ايه، فلوسك انت منه ايه، بعديه ايرادات، مصروفات، استحقاق، مفيش مشكله، ايرادات، مصروفات، اجمالي الايرادات، اجمالي المصروفات. ايراداتنا كام؟ 9 مليون. مصروفاتنا كام؟ كلها 7 مليون. صافي الربح بتاعنا 2 مليون، ويكون ال 2 مليون دي بتحقق نتيجه الاعمال في قائمه الدخل الحقيقيه الفعليه. جمع الموجب كله، جمع السالب كله، حطهم في مؤشرين. خلاص يا اخي، الراجل مش عايز يتعلم معايير. ممكن يا ابني لمينا كام ودفعنا كام ومصروفاتنا كام، واقوم احط له جنبهم قائمه التدفق النقدي. ايه هي؟ اجمالي مقبوضات، اجمالي مدفوعات، زائد رصيد السيوله اول الفتره، اداني رصيد السيوله اخر الفتره. لميت له المعلومات بتاعته كلها في قد ايه؟ في تقرير. انا لو موظف دخل عليا واداني التقرير ده وهو تقرير مؤكد، هرفع له القبعه. والله العظيم لخص لي الكلام. انا بقى بعد ما مسكت التقرير ده اللي هو بص، تبقى ورقه بيضه، تبقى ورقه بيضه وفيها كام سطر اسود كده في النص، يعني يبقى عندي اشتياق ان انا اقول دي التقارير كلها يا فندم. اه والله العظيم دي التقارير كلها. ايه ده؟ دي الحسابات كلها. اه يا فندم دي الحسابات كلها. فين الحسابات كلها؟ ها؟ اصول متداوله او اصول قصيره الاجل، تحتها التزامات قصيره الاجل، طلعنا راس المال العامل، حطيت عليه الاصول الثابته، قلت له ده راس المال مستثمر. مول منين بقى؟ من فلوسك وفلوس الناس اللي بره دي، قروض دي. خلصنا. وجنبها كده مفيش ما يمنع، بس الحته دي مهمه برضه. خد بالك فلوسك دي عباره عن راس مالك، وعباره عن ارباحك المحتجزه على مدار الفترات اللي فاتت، وعباره عن ربح الفتره الحاليه. جميل كده، وضحت لي الفلوس دي عباره عن ايه؟ خدت معلومات. نزلت تحتيها لقيت يا فندم قائمه الدخل عباره عن ايه بقى؟ وضربت بعرض الحائط كل يا جماعه مناشدات العرض والافصاح للقوائم الماليه. انا عملت تقرير على مزاجي، حطيت له اجمالي الايرادات، نزلت تحتيها حطيت اجمالي المصروفات.
قلت له صافي الربح. يا سلام يا جماعه، قسما بالله في ناس مصاريفها بال10 وال15 وال20 مليون والله العظيم ما بيسالوا على تفاصيلهم. والله ما بيسالوا على تفاصيلهم. خلاص ممكن طب فين دول يا ابني؟ اجور كذا ومرتبات كذا وسوقنا بكذا انت فاهم؟ يسالوا كده، لكن كتفاصيل ومراقبه نادرا ما بنلاقي ده. فايرادات يا ابني كام؟ والايرادات والمصروفات دي زي ما بتقول المحاسبه اكسلانس، زي ما بتقول المحاسبه ده كسبانينه فعلا. والمكسب اللي انا مطلعه له في قائمه الدخل هو اللي انا حاططه له جوه المتمم الحسابي بتاع راس المال بتاعه. مش انا قلت لك هيبقى عباره عن ايه؟ راس المال. انتوا مش معايا. شوف انا بص، ولا قلت لحد افتح كاميرا ولا قلت لاي حد حاجه، وسايب الناس منها بقى لضميرها. قلت له يا فندم ايه الايرادات المصروفات؟ طلعوا لي صافي الربح اللي موجود فوق وموازن الميزانيه. وجنبها قائمه التدفق النقدي. اجمالي المقبوضات يا ريس كل اللي قفشناه، ما قلتلكش بقى ولا تشغيلي ولا استثماري ولا تمويلي، ماشي؟ وكل المدفوعات كام؟ لان انا واحد ممكن يكون انا مش عايز اسمع تفاصيل دلوقتي، انا عايز اعرف وضع السيوله. انا مش محتاج اسمع تفاصيل دلوقتي، انا عايز اعرف الشهر ده صفى موجب ولا سالب مع رصيد اول المده. انا معايا كام دلوقتي؟ افرض انا بفكر اطلع طلعه، اسافر سفريه، اسد المورد، اجيب ارض جديده، اشتري. فانا مش عايز تفاصيل، هتوه في التفاصيل، هتوه في الارقام. ما انت لازم تربي صاحب البيزنس، تربي المستفيد انه يتعود على تقاريرك، يبقى بعينه سهل ان هو يتحرك في التقرير وبيلمح معلوماته بمنتهى اليسر والبساطه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. انا هحبك قوي واحب اقعد ادردش معاك بجد والله. عملت ده ازاي؟ كذا. هحبك اكتر لو انا بقى المحاسب او انا مدير الحسابات مثلا، او انا صاحب المكتب وجاي براجع وراك، بقول لك بقى وريني التفاصيل، وريني الديتيلز بقى، وريني بقى قائمه الانكم ستيتمنت مظبوطه كده، ايرادات مبيعات وايرادات اخرى والستبس بتاعتها ومجمل الربح والمصروفات ونتيجه الاعمال، والكونتينوينج والديسكونتينوينج اوبريشن، ومقسم لي الدنيا والدنيا لطيفه، ونتيجه الاعمال هي اللي جايه في التقرير النهائي اللي جايه بالارقام النهائيه. ولما بصيت في قائمه التدفق النقدي بتاعتك العظيمه لقيتك مقسمها اوبريشن وانفستنج وفاينانسنج والدنيا مظبوطه. اذا انا رفعت مستوى من الافصاح، نزلت المستوى تحتيه. ومستويات الافصاح لا تنتهي، مستويات الافصاح لا تنتهي. هقف فين؟ امتى هقول ان الافصاح ده افصاح كافي؟ امتى هلم دول في ايرادات اخرى، دول في مصروفات اخرى؟ امتى مش هقسم التقسيمه دي؟ امتى هقف هنا في الافصاح؟ لحد ما اللي قدامي يشبع. ما هو يا فندم انا بقدم لمديري التقرير بتاعي، او بقدم لصاحب البيزنس، او بقدم للمستفيدين، فلاقيهم يقولوا لي لو سمحت معلش الحساب الجاري بتاعي انا عايز اعرف هو طلع ونزل كده ازاي، فاقوم اعمل له متابعه الحساب الجاري. مش طلبه، ما انا مش عايزه بقى كل يوم يخش يديني اوردرز، انا عايز يطلب يلاقي في وشه على طول. تاني يوم تالت يوم لقيت شريك داخل عليا بيقول لي لا انا محتاج اشوف مقدمات العملاء لوحدها منفصله ومين هم العملاء. انا محتاج اعرف من رصيد العملاء ايه المستحق تحصيله. انا محتاج اعرف من رصيد الموردين ايه المستحق سداده. انتوا فاهميني ولا ايه؟ انتوا فاهميني؟ محتاج اعرف من ده، فمحتاج دي تتقسم بالطريقه الفلانيه. بعد اذنك انا محتاجك لما اسالك على مديونيات العملاء يبقى لما تقول لي رصيد العميل تقول لي باوراق قبضه ما تفصلهاش. انا محتاج فانا بسمع احتياجات المستفيدين. وحضرتك يا فندم الولاء لمن عين، الولاء مش للمعايير، الولاء لمن عين. يعني ايه الكلام ده يا فندم؟ اللي معيني واللي مقبضني هو يا فندم اللي ياخد ولائي. طلباتك ايه يا فندم؟ طلباتي ان اشوف التقرير بالشكل الفلاني واعمل كذا.
لو هو بيزقني في حته غلط او بيوجه توجيه غلط هسمع كلامه. هو انت شغال في شركه قطاع عام؟ انت شغال في الحكومه؟ انت شغال، هو اللي مشغلني، انا اللي معاه. فاما يجي يقول لا انا عايز احط دي هنا، احطها له هنا واعمل الصح في ورقه وراها عشان اقول له دي المحاسبه وده اللي حضرتك طلبته. ماشي؟ فده اللي انا هعمله. فكل يوم هيطلب منك معلومه اضافيه، تفاصيل، فتشبع المستفيد، تقوم ترصها له في التقرير، وتقعد كل يوم بقى ايه؟ انت خلاص التقرير بقى اوتوماتيك معاك على الكمبيوتر، الدنيا بقت بسيطه. انا بتكلم لناس، هو طبعا ERP systems الناس جايه من المستقبل، والتقارير اللي فاهمه اللي انا ممكن اتخيل اللي انا اكون عايزها عاملاها لي. فاي شكل تقرير انا محتاجه هستفيد بيه على ERP سيستم محترم هيكون موجود. لكن انا بقول لسه تاني في وكاله او منشاه لسه متوسطه ولسه مش مدركه ولسه مش مؤهله ان يدخل لها ERP سيستم. يعني احنا بنسمع ناس كتير بتنادي انك لو اتعلمت ERP سيستم هتتعلم اكسل، هتتعلم محاسبه، والكلام ده فعلا صح. الدراسه العكسيه، انت واخد بالك؟ تعالى بقى نشوف هي الناس دي حوكمت وبرمجت الكلام ده ازاي وبيسمع ازاي. فانت اوتوماتيك عكسي. طبعا هتعرف بقى الاكسل يجي معاك في السكه والمحاسبه تيجي معاك في السكه. لكن مش كل المنشآت ماشيه ERP سيستم، مش كل المنشآت. من كام انت قول لي، من كل 10 منشآت ممكن نلاقي كام منشأة فيها ERP سيستم؟ ولا من كل 100 منشأة؟ فمنشآت كتيره يا فندم لسه شغاله اكسل شيتس، ولسه شغاله سيستم ديسكتوب، ولسه شغاله بالتقارير، ولسه شغاله، ومنشآت بتلعب في ملايين قسما بالله العظيم بنحتك بيها، شغاله اجنده. اقسم بالله العظيم شغاله اجنده بملايين، وخدنا ده واشترينا ده ب5 مليون وده ب8 مليون، ولا في محاسبه ولا في نظام للمراقبه ولا في نظام للمتابعه ولا في الكلام ده خالص. فهيبقى دورك هنا بقى. فانا هرجع بقى تاني لنقطه اللي هي نقطه اعمل ايه. فانا بقول لحضرتك كل واحد كيس، انت موجود في مكانك عارف كويس قوي ايه الحقائق اللي تحت ايديك. لسه برضو يعني يمكن موقف النهارده حد معايا في المكتب، فهو داخل بيتكلم معايا بيقول لي ايه؟ بيقول لي طب انا عايز اعمل كذا وكذا 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 وكذا. فانا بقول له طيب دي مش عارف تعملها ليه؟ قال لي عشان كذا. قلت له ادي المعلومه وتوفرت. اوكي؟ طب لما اجي اعمل دي، انا عايز اوصل لك مفهوم مهم جدا. حاول تنتج معلومه باقل قدر ممكن من البيانات انت وصلت لها. ما تكترش البيانات على نفسك. حاول تترانزليت وقتي. معايا ايه فاجيب ايه، وبعد ما اجيب ايه ادور على غيره. فخليك مركز في اللي تحت ايديك. معلومات قدامك اطلع بيها على طول بنتيجه. على طول اطلع بنتيجه من المعلومات اللي موجوده، وبعد كده تعالى اسال تاني. ما هي ممكن تتحل معاك. يبقى انا موجود في وظيفه بكرهها حبها، بكرهها حبها. ما قدامكش حل تاني. حب الوضع اللي انت فيه، وبعدين صدقها، وبعدين صدق نفسك. انت بتعرف تعمل ايه فعلا؟ سيبك بقى من الهمبكه. انت فعلا بتعرف تعمل ايه؟ سيبك من الهمبكه. انت فعلا بتعرف تعمل ايه يونيك؟ بتعرف تعمل ايه مميز؟ بتعرف تعمل ايه انت احترفته؟ انت خدت فيه خبره هنا باحتكاكك بالمنطقه دي كل يوم، اقدر ابدع فيها. المستوى شكله عامل ازاي؟ كل الشيطان هينطط قدامك كل المحبطات. مفيش وقت، ملوش لازمه، محدش هيقدر، مش هستفاد بيه في حاجه، محدش هيقراه. ده انا بالعكس هيحصل الشيطان يقعد يحبطك. لكن انت لو نفضت نفسك واتجهت، انا مين؟ انا بقدم ايه؟ طيب ايه اللي تحت ايدي؟ الحقائق اللي تحت ايدي. طب انا اقدر ابدع فيها ازاي بشكل افضل؟ اقدر اقدم فيها تقارير ازاي بشكل افضل؟ فحب شغلي غصب عنك، لازم تحبه قسما بالله، غصب عنك، هو اللي هيسندك. فحبه قوي، ونام احلم بيه، واصحى احلم بيه، وقوم عليه، واقعد وخلي عندك شغف للمعلومه اللي هتوصلك لمعلومه، هتقدم بيها معلومه هيتعمل لك ايه ازاي. فهسمعك.
ولما يبتدي يبقى فيه ثقة في تقاريرك هيتسمح لك انك تحلل وتطلع تحليلات وتعمل مؤشرات. ولما يبقى فيه ثقة في تحليلاتك ومؤشراتك، ودي مش حاجة سهلة دي، هل انا حسين تقدر تقول عليا انا خبير تحليل مالي؟ مش عارف والله. انت والله بمنتهى التواضع يعني، والله العظيم اقدر اقول على نفسي خبير تحليل مالي. ليه؟ لاني اخطأت 1000 مرة. في كل مرة انا درست انا اخطأت ليه، والانحراف اللي حصل ده كان نتيجة من تفكيري وتخطيطي، ولا كان راجع لمتغيرات اتفاجئت بيها وما كانتش موجودة معايا في معلوماتي. فمن كتر الاحتكاك، فضل ونعمة من عند ربنا سبحانه وتعالى والله العظيم، كتر الاحتكاك ده، فمن كتر الاحتكاك خلاص انا كونت رؤية. انت منشأة دي رايحة على فين؟ منطقتها الخطر ممكن تكون فين؟ غلطها ممكن يكون فين؟ احنا محتاجين نراقب ايه؟ من كتر الانحرافات اللي انا. فيا فندم هو بيقول لك الخبرة والاحتراف من كثرة الانحرافات. يعني ايه كثرة الانحرافات؟ ها؟ يعني ايه كثرة الانحرافات؟ كثرة الانحرافات اني اتوقع واللي يحصل مش زي اللي انا اتوقعه، فيحصل انحراف، فادرسه واعرف اسبابه واقول له خش جوه يالا، وابتدي اخد اللي بعده وابتدي اخد اللي بعده. فان انا خلاص اكون قادر على ان انا اشوف قدام. ساعتها هتكون حضرتك فعلا شريك، راجل ما بتقولش كلمه الا لما بتتسمع. انا ما اعرفش ليه ناس كتير يا جماعه بتقول كلام لو شلناه من جمالهم الجمله هتمشي عادي، ويمكن يكون اللي شلناه ده 70 ولا 80% من اللي انا سمعته منك. ليه؟ ليه يا فندم؟ ليه حضرتك مش مذاكر للدرجه اللي تخليك الجمله ام 5 كلمات تتقال في 5 كلمات، ما تتقالش في 6؟ ما انا لسه بقول لك اثر التقارير وشكلها على سرعه الملاحظه وسرعه الاحكام، اللي انا اخد احكام سريعه. التقرير يعدي قدامي كده، من التقرير اللي انا ببص عليه اقوم ماسكه وقاعد له وباصص له. فلازم يكون التقرير ده معتمد على فاكتس. فاكتس. صنفت العملاء عندك في المنشأة قبل كده لعملاء جيدين وعملاء ممتازين وعملاء جيد جدا؟ لو انت بتتعامل بي تو بي مثلا صنفتهم كده. طب صنفت الموردين كده؟ اديت الموردين جيد وجيد جدا ومورد ممتاز، صنفت الموردين؟ طب هو تصنيف الموردين ده هيعتمد على ايه؟ ان انا اقول المورد ده لا 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 ما تجيبوش ده هاتوا ده، يعتمد على ده. مين هيديه المعلومه دي؟ انت. انت اللي حضرتك هتديه المعلومه دي. هتديه المعلومه دي لما تقول لي جوده المورد من متابعه نسبه مردودات المبيعات، مردودات المشتريات ومسموحات المشتريات ومواعيد التسليم بتاعته والحدود الائتمانيه اللي هو بيديها لي. شوف انا بقيم مورد، انا قدامي كذا مورد، اختار الموردين اعتمادا على ايه؟ ما انت يا فندم اللي هتلاقيه صادق هتلاقيه كسول، واللي هتلاقيه نشيط هتلاقيه غالي، واللي هتلاقيه محترم ما بيسلمش في ميعاده. فانا الموردين احكم عليهم ازاي؟ هبتدي امسك الموردين دول واشوف ايه المعلومات. شوف انا بقول لحضرتك ازاي تفيد كاداره مش كمجرد محاسب. كاداره يا فندم تعالى اقدر احسب نسبه جوده المورد من خلال نسبه المردودات والمسموحات. ما كل ما تزيد نسبه المردودات والمسموحات كل ما ده يدل على انخفاض جوده المورد. اللهم صل وسلم. 6 اكتوبر ولا ايه؟ هي مصر كسبت دلوقتي ولا سامعين صواريخ ولا مش قليل؟ انا بس اللي سامع. كنت بقول ايه؟ ازاي تحكم على جودة الموردين؟ مواعيد التسليم
الحدود الائتمانيه، مديني اجل بقد ايه، وفتره الائتمان قد ايه. كل دي مؤشرات اقدر اصنف بيها الموردين، فاقول لو جبنا من المورد ده نخسر طالما عندي المورد ده. لو جبنا من المورد ده نخسر. حضرتك تقدر تمسك المفاصل، بس لازم تكون انا معتمد على بيانات ايه؟ فاكتس، حقائق، عشان يتسمع لي. بس اجتهد في هذه المنطقه. انا قدامي دلوقتي تقرير احد الساده الزملاء عمله وسابه لي ونزل. كانت ميزانيه قائمه مركز مالي. كنا احنا عاملينها ازاي؟ عاملينها حسابات سيوله، حسابات مخازن، حسابات قبض، حسابات مدينه. ادي الاصول المتداوله. وبعد كده كنا عاملينها حسابات دفع، صافي راس المال عالي. مقصر الطريق. جه العميل في البدايه سالني، قال لي ايه حسابات السيوله دي؟ قلت له بص، الخلطبيطه بتاعتك دي الخزن بالبنوك بكاش بفودافون، انت فاهم؟ كل ده عندي حساب واحد اهو قدامك اسمه حسابات سيوله. انت واخد بالك؟ اول مره اسمع مني الله يبارك لك. قال لي معلش مش فاهم. قلت له اقلب كده الثلاث ورقات دول، اقلب الورقه دي، اقلب الورقه دي، اقلب الورقه دي. فانا حاطط له حساب السيوله اول الشهر، وحساب السيوله ايه؟ ها؟ اخر الشهر. عامل ميزانيه مقارنه. عامل ميزانيه مقارنه. انتوا معايا؟ اول الشهر واخر الشهر، عشان بس الايه؟ اهي اتفضل. اول الشهر واخر الشهر. انتوا معايا؟ فبقول له حسابات السيوله اول الشهر كانت بكذا، حسابات السيوله اخر الشهر كانت بكذا. فقال لي ايه حسابات السيوله دي؟ قلت له عندك حق، اقلب. قام قالب. قمت جايب له حسابات السيوله. قمت جايب له حسابات السيوله دي عباره عن ايه؟ بنك ايه وبنك ايه وبنك ايه وخزنه ايه وخزنه ايه وخزنه ايه وعهده ايه وعهده ايه وعهده ايه وفودافون ايه كاش. واتفقت معايا؟ دول اهو اول الفتره اخر الفتره. شوف سالني بس ما سالش تاني. تمام كده؟ على الحته دي فهمها وحس ان هو ريحته. سيوله تحت ايده بكام؟ البنك فيه والخزنه فيها والعهده فيها ولينا فلوس وعندي بوجي وبوجي وبوجي. اذا الراجل ده محتاج يسمع المعلومه دي. السيوله بكام؟ فعلا السيوله بكام؟ كان ممكن يعترض ويقول لي لا لو سمحت اقسم لي بنوك في التقرير المبدئي، اقسم لي بنوك وخزنه. مش كان ممكن يعترض؟ مش كان ممكن؟ ما اعترضش الراجل. قال لي طب هي متراقبه كويس؟ اه. طب والبنوك كشف حساب؟ قلت له كشف حساب. طب والخزن محاضر؟ اه محاضر. والعهد ماضيين ومتصفيه، ودي فعلا الايه؟ والفودافون برصيد ورساله رصيد. تمام؟ انتوا فاهميني ولا ايه؟ ها؟ يبقى هي مجروده صح، وتم التاكد منها، وتم التاكد من ارصدتها، ولميتها لك في حسابات سيوله عشان اعرف دماغك. فقام ايه؟ بلعها وانبسط منها. اللي بعده تروح حسابات مخازن. بعديها حط حسابات ايه؟ حسابات مخازن. ايه المخازن كانت عندنا بكام بقت بكام؟ رقم. طب مخازن ايه دي يا استاذ؟ من عينيا. اقلب كده الصفحه الرابعه. المخازن دي عباره عن مخازن خامات، مخازن انتاج تحت التشغيل، مخازن انتاج تام، مخازن قطع غيار وصيانه. انتوا معايا؟ مخازن اكسسوارات. معايا اهو. ادي رصيد اول، ادي رصيد اخر. طب يا استاذ الخامات ده رصيد اول ورصيد اخر، جرد فعلي، مجروده فعليا. طب والقيمه بتاعتها محسوبه مظبوط مثلا. طب يا فندم والانتاج التام والانتاج تحت التشغيل تقييمهم دول طبعا فيهم كرسي تكاليف. ماشي؟ عشان دي كلمه مش سهله. كلمه دول تكلفتهم ايه؟ دي كلمه مش سهله. ده موضوع لازم يتطبق له نظام للتكاليف، بالذات لو احنا في شركه صناعيه. ها؟ عشان اقدر اقول لك هو تكلفه الانتاج تحت التشغيل كام؟ على اختلاف مستويات اتمامه، وعلى اختلاف بعثرته في عرض المصنع ما بين المراحل الانتاجيه. دي قصه سعادتك. انت فاكر الموضوع بسيط؟ والله والسيستمز بقت بتريحنا دلوقتي. طب يا فندم وايه الانتاج التام؟ الانتاج التام برضو دي قصه سعادتك عشان اقول لك تكلفته منين. المهم هل دي مظبوطه؟ هفترض معاك مظبوطه. واحد اول شيء مظبوط، كله مظبوط. طب تمام. وبلعها وما بقاش يسال عليها تاني، لكن احيانا بيحتاجها
بيبقى عايز يعرف التام بس كام. انت واخد بالك؟ التام بس كام؟ فاما بيقلب بيشوف بس التام كام. انت واخد بالك؟ لكن ما قاليش ايه؟ حطها لي. انت فاهم حاجه الدماغ؟ بنخيط شكل التقرير اللي هيريحه. حسابات قبض. قال لي ايه حسابات قبض دي؟ قلت له يا فندم دول المدينون واوراق القبض والشيكات اللي موجوده عندك. المدينون يعني ده رصيد المدينون كله لا، المدينون واوراق القبض والشيكات. طب عباره عن ايه دي؟ عامل تقرير عملاء مبهر مبهر. احيانا انا كده اقعد الف معايير للمحاسبه. عامل تقرير لطيف على مستوى العملاء، خلاص عادي يعني. رصيد اول المده والمؤثرات الموجبه والمؤثرات السالبه، المدين والداين، انت واخد بالك؟ ده اجمالي ايه وده اجمالي ايه وتفاصيله ايه، وده دفع فين ودفع فين، والسيوله اللي دفعها واللي قبضنا واشترى ايه وما اشتراش ايه، وده رصيد اخر المده على مستوى العملاء. والتوتالات يا جماعه، التوتالات يا جماعه هي الايه؟ هي التوتالات. انتوا معايا؟ فالكلام ده مريح، بيخليني اثق في جوده التقرير، ان الافصاح على مستوى العملاء ال 30 عميل ال 50 عميل التوتال بتاعه مديني التوتال اللي موجود قدامي مع اوراق القبض. مع اوراق القبض مظبوط، مع الشيكات. ما طلبش يفصل، ما طلبش ايه؟ يفصل. تمام؟ الكلام ده بقى له قد ايه؟ احنا بقى لنا سنه. النهارده احنا بنفصل ايه؟ بفصل عميل واحد بس من العملاء. انتوا معايا ولا مش معايا؟ بفصل عميل واحد بس من العملاء، هحطه لوحده في التقرير الاولي في الوش. انت معايا؟ عميل واحد بس سامح. قمت جاي يا فندم سايب الحسابات المدينه اللي انا عارف، سايب حسابات القبض اللي هي فيها العملاء واوراق الايه؟ واوراق القبض. انا مش جاي اقول لك من حساب الى حساب، الله يرضيك افهمني، الله يبارك لك يا شيخ، الله يبارك لك. وقمت مطلع العميل ده لوحده بيه باللي عليه، وقمت حاطه لوحده. يا ترى ليه؟ يا ترى ليه؟ يا طلبه كده لا وارد يكون العميل ده ذو اهميه نسبيه لوحده، هو لوحده مستحوذ على 50 60% مثلا من مبيعات المنشاه. انتوا معايا؟ يا وارد يكون العميل ده دايما في مشاكل معايا مثلا في حساباته او قصته، فانا والله عايز اشوفه هنا في الاول على طول، عشان ده من كل يوم بسال عليه. انت معايا؟ كل يوم بسال عليه. فلو بتعمل لي تقرير يومي وده موجود في اول التقرير، مش هسال اللي بعدك، مش هسال اللي جنبك، مش هسال حد خلاص. فانا حدود الافصاح معايا تكبر او تقل اعتمادا على ايه؟ كل واحد كيس، والمناقشه، واثق فيك وتعدل وتحسن وتدلع وتدلع. ولو حضرتك وصلت للنهائي وطلعت التقارير النهائيه، خلاص اللي ما بقاش بيطلب منك حاجه الا اما تكون موجوده. حضرتك هتبدا في مرحله الاحتراف، حضرتك هتبدا في مرحله التحليل، حضرتك خرجت خلاص من منطقه الحسابات. انا والله العظيم ما بعرفش العب محاسبه خلاص، والله ما بعرف العب محاسبه خلاص. انا بعرف العب ماليه. انا عايز يا جماعه، لا انا عندي ثروه علميه انا استغلها في حاجه بتجيب فلوس اكتر، في الارشاد المالي، في عقد الشراكات، في فض الشراكات، في كتابه العقود، في تقديم الاراء والاستشارات الماليه حوالين القوائم، في تحليلات ماليه، في موازنات، في خطط، في دراسات جدوى، في كلام تقيل. فانا عشان ادخل انا ابدا شغل بقول لهم ادوني قوائم مظبوطه. عندكم؟ لا ما عندكوش. عندكم حد يعمل قوائم مظبوطه بناء على كذا؟ لا. طب بعد اذنكم هاتوا الناس عندي تعمل قوائم ايه؟ الناس عندي تعمل قوائم مظبوطه. خدوا يا جماعه اعملوا قوائم مظبوطه، ادوني قوائم مظبوطه عشان اعرف اشوف ايه اللي جاي بقى. احنا المفروض نعمل ايه دلوقتي؟ نعمل تحليلات شكلها عامل ازاي؟ نعمل تقارير شكلها عامل ازاي؟ ازاي انا كرجل مالي هساهم في زياده ربحيه هذه المنشاه لمجرد انا طلعت مؤشرات وارقام. حضرتك يا فندم في التحليل المالي اللي هندرسه مع بعض كلنا عارفين ان في حاجه اسمها الكاش سايكل. انا شرحتها لحضرتك، الدوره النقديه.
دوره راس المال العامل. الفلوس بتاعتي دارت كام مره في السنه؟ الدوره النقديه مقصود بيها الفلوس بتاعتي دارت في فتره قد ايه؟ اوكي؟ ايه المقصود يعني؟ ما انا وحضرتك ممكن نخش مشروع شراكه، انا مليون وانت مليون، واقول لك المليون ده هيجيب كام؟ اقول لك 20%. هيجيب المليون هيجيب 20%. تقول لي ايه؟ ازاي؟ في السنه؟ في السنه؟ اقول لك لا، في الدوره. ده احنا هنشتري ونبيع نكسب 20%. انتوا معايا؟ فاحنا هنعمل كذا دوره في السنه، صح؟ 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 فانا عايز اعرف هم كام دوره في السنه؟ ها؟ عشان اكيد لما انت تديني ربحيه الصفقه وتديني عدد مرات دوران راس المال العامل في السنه، انا اقدر احكم صح واقيم صح. مشروعين قدامي، واحد بيقول لي 20% والتاني 30%، انت دورتك قد ايه وانت دورتك قد ايه؟ ما ممكن ال 30% دي اللي انا اجري عليها تكون بتدور مرتين، وممكن ال 20% دي تكون بتدور 5 مرات، وفي مشاريع عادي بتكسب 100%، اقسم بالله عادي بتكسب 100% من راس المال، بسم الله ما شاء الله، ناس ربنا بيفتح عليها. فانا لو لفتت النظر ان الدوره النقديه بتاعتكم يا جماعه 4 شهور، فبالتالي دورته كم مره في السنه؟ كم مره؟ 3. احنا محتاجين بس ندور مره تاني. انتوا عارفين لو دورنا مره تاني ايه اللي يحصل يا استاذ؟ لو دورنا مره تاني هنزود الربح 25%. ما انا حسبت الدوره طلعت 4 شهور، فبالتالي بندور 3 مرات. فانا لو قرصت في الميكانيكا والاستاتيكا والديناميكا، ها، وقعدت افك صمويل وربط صمويل بالارقام بالحسابات وانا قاعد في مكتبي، من غير ما انزل اقول بعته ايه اشتريته ايه، وانا قاعد في مكتبي بالارقام يا رجل المالي، ها، والله العظيم هذا كلام حق. وقعدت يا فندم وحسبت فترة التحصيل وحسبت فترة التخزين وحسبت فترة السداد، وطلعت الدورة النقدية واللي طلعت 4 شهور، وجيت بقى بصيت في تفاصيل الفترات دي، بصيت في تفاصيل دورة التشغيل، فترة السداد. هو احنا ليه يا جماعة فترة السداد بتاعتنا المتوسط بتاعها قليل قوي كده؟ احنا عايزين ندور بفلوس الموردين اكتر، فبعد اذنكم اختاروا لنا موردين، ها، الحدود الائتمانيه الزمنيه بتاعتهم اطول عشان نفضل دايرين بفلوسهم. اقدر اقول ليه العملاء دول يا جماعه فترات التحصيل بتاعتهم كبيره؟ معلش يا جماعه، نظفوا العملاء، اقطع تعامل مع ده، اوقف تعامل مع ده، معلش زود ده، قلل ده، ادي لده، ابحث عن عملاء جداد عشان عندنا مشاكل. فبالتالي بتزيد فترات التحصيل، وده بيؤثر سلبا على دوره التشغيل والدوره النقديه، وبالتالي الار او اي بالكامل، العائد على الاستثمار بالكامل بيأثر عليه. فاذا من خلال ارقام بس قدامي انا اقدر احكم على ده. فعلا انا من خلال ارقام قدامي اقدر احكم على المبيعات. ايوه فندم، ايوه فندم. اقدر احكم على المشتريات، ها، اداره الاحتياجات. اقدر احكم على الاتش ار، ها، اقدر احكم على كل ده بيترجم عندي تكلفه، كل ده بيترجم عندي ارقام. اقدر احكم على كفاءه اداره التسويق، البيع، التخزين، الشراء، ها، التشغيل، كفاءة استخدام الأصول. أقدر أحكم على كل ده، بس ده لو حضرتك وصلت إنك تربع على القوائم المالية بتاعت المنشأة اللي أنت موجود فيها. ففي ناس سهل ده إن هم يوصلوا هنا للمرحلة دي، وبيواجهوا صعوبة شوية إن هو يقنع إن هو يقنع. عشان كده بقول لك أنا 80% من الوظيفة دي هي برزنتيشن. أنت هتلقط إزاي؟ في واحد انا لما اسمعه قول ايه اللي عندك يا عم، قول احكي، يقول لي حضرتك الحسابات اللي احنا جبناها، هيفهمني، اللي احنا جبناها انت يا ابني قلت 13 كلمه ما قلتش فيهم لسه كلمه مفيده. فيا ابني انجز، عشان الناس فوق ما عندهاش وقت تعيد كلام، مش تغلط في كلام. فيا ابني انجز. فاللي بيعرف ينجز واللي بيعرف يستثمر كلماته هو احسن واحد يعرف يعمل تقرير ويطلع تقارير مظبوطه كويسه. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. فهتبقى مشكلتك انك تعرف تقنع، وانت عشان تقنع فلازم تصدق، لانك لو مش مصدق نفسك هتبقى مهزوز وما عندكش ثقه. فلازم اصدق نفسي واصدق امكانياتي واصدق ارقامي واصدق تقاريري واصدق تحليلاتي، خلاص، عشان اعرف اتكلم بثقه واقنع
واقنع واقنع، اقتنع، اعدل 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 لحد ما ستوب محاسبه. ابدا بقى، ابدا اناقش وابدا ادردش وابدا ادي مؤشرات وابدا اساهم في زياده. يبقى وجودك في وقت من الاوقات كمان 5 سنين كمان 10 سنين وجود مؤثر، بتاثر في قرارات التمويل، بتاثر في قرارات الاستثمار. حضرتك بقى شغال ايه؟ انا شغال المدير المالي للمصنع، انا شغال المدير المالي للمنشأة، انا شغال المدير المالي للشركة. المدير المالي كتايتل حضرتك لازم نكون فاهمين دوره ايه. ها؟ انا مش بقول لك مهامه، انا بقول لك هو دوره الاصلي، الدور بتاعه ايه؟ دوره بالبنط العريض المدير المالي والإدارة المالية. هي ليست إدارة حسابات، هي الإدارة المالية، إدارة الأموال في المنشأة. مالها؟ دورها إيه؟ تعظيم ثروة الملاك. هو تعظيم ثروة الملاك، تكبر لي ثروتي، تكبر لي ثروتي بقى بالحسن الاستثمار اللي انت بتستثمر فيه، واختيار المشاريع ذات الاعلى ربحيه، والبدائل الاعلى ربحيه، والمجالات الاعلى ربحيه، وتوفير السيوله المنشاه اللي تساعدنا في دخول في استثمارات جديده، وانت تشاور على الاستثمارات الجديده وتوفر مصادر تمويل للمنشاه بارخص الاسعار. يعني انا من الاخر دوري بقى بيتلخص في ايه؟ في حاجتين: اجيب فلوس باقل تكلفه واستثمرها في مشروعات باعلى عائد. بقى هو ده دور المدير المالي. انت اعملي كده. ها، انت خشي كل يوم مكتبك تدوري تجيبي فلوس منين باقل تكلفه، وبتجيب فلوس منين باقل تكلفه، وبتصب فلوس في حتت بتجيب اعلى ربحيه. انت تاخدي قرارات دي، ولا انت لسه مزنوقه؟ طبعا على احترامي، طبعا كلنا كده. ها، لسه مزنوق في حته فين يا ابني حسابات، فين يا ابني الاستاذ، فين يا ابني ده تسجل، يا ابني الله يخرب بيتك، يا ابني ده ما حصلش، يا ابني التقرير غلط، يا ابني السيستم ضرب، يا ابني الشيت وقع، يا ابني يا خراشي، يا ابني الحساب. لا، طول ما انت هنا انت عمرك ما تلعب ماليه. العب ماليه دي يعني اخد قوايم بح، انا واخدها من واحد سيف خلاص. عشان بقى لما انا اعمل خطوات للاداره الماليه تبقى الخطوات ينفع بقى. بص بقى، انا بقول لك هتاخد قرارات، تنفذ، تدفع، تقبض. ينفع تكون بناء على معلومات مشكوك فيها؟ ينفع بذمتك؟ ينفع؟ اهدارا للوقت يا فندم، اهدارا للوقت يا فندم، اهدارا للوقت. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. نبدأ نحط مؤشراتنا ومعلوماتنا ونمتهن المحاسبة. هنتقدر بقى ساعتها، هنتقدر ساعتها، هتتقدر كويس. ولو ما تقدرتش بقى عندك الخبرة والمهارة. الموضوع ده بقى محتاج يا فندم ايه؟ يعني انا والله بكلمك في المتوسط، في المتوسط 3 سنين، 3 سنين عشان تعيش غني. شوف انا بقول لك اهو، عايز تعيش غني؟ انا بقول لك اهو، عايز تعيش غني، عايز تعيش ريتش، عايز تعيش باشا مستريح. ها، عايز تعيش باشا؟ 3 سنين عذاب وتضحية ومجهود دون عائد ودون مقابل، إلا إذا أذن ربي. في ناس هوبا تريك ربنا بيبارك لها، وأنا بديك أمثلة على ده. لكن يا فندم عشان تقول بقى أنا عملته، ما 3 سنين بين، فيا ريت ال3 سنين دول وأنت عندك 25 سنة وتحاول تطبق اللي أنا قلته لك ده. انك تتعلم. الله يرضيك يا اخي. انك تتعلم حاجه وتمتهنها وتصدق امكانياتك فيها، وتلاقي الارض الخصبه اللي انت تطبقها فيها، تلاقي الناس اللي تقدر. معادله صعبه، معادله صعبه. تتعلم حاجه، تمارسها، تصدقها، وتلاقي ارض خصبه، منشاه كويسه تطبق فيها وتديك المساحه للابداع، وانك تلاقي ناس تقدر. فوالله المعادله دي بقى وقع منها واحده، وقع منها 2، اديك بتعافر في الباقي بالتولز
اللي ربنا سبحانه وتعالى مكنك منها لحد ما تلضم معاك والصناره تظبط. طب انا بقى عندي 30، مفيش مشكله، قدرك. طب انا بقى عندي 40، طب الحق بقى بدل ما يبقى عندك 43 وترجع تقول انا بقى عندي 43، ما ينفعش. ها، عشان دي كانت من 3 سنين كانت ممكن وديتك في حته ثانيه. احنا ليه مش باصين لقدام؟ يعني انا دايما بقول لك كده، انت دايما باص لنفسك دلوقتي، باص تحت رجليك دلوقتي، انت عايز تنجز دلوقتي. طب ليه مش باص لنفسك قدام؟ ليه مش مقتطع جزء من وقتك في استثماره في البحث عن فرص جديده وتطوير جديد؟ مش بنقول بقى كلام فاضي. التطوير احنا لازم نكون مقتنعين بيه، مش هنقعد نقول ده كلام تنميه بشريه وكلام هجايص عشان برضه نقعد نفسنا في الكومفورت زون. لازم تتطور، لازم تتعلم، لازم تدرس، لازم تمارس، لازم تصبر، لازم تضحي، لازم تجتهد. بسم الله ما شاء الله، ورقه واحده يا جماعه فيها 3 تقارير، فيها قائمه مركز مالي شافيه وكافيه ووافيه على كل ما المستفيد قلل احتياجه انه يقلب للورق اللي ورا، تعرف ان انت بتنجح. ده انت عملت داشبورد بقى احترافيه، حطيت فيها كل المعلومات بالشكل اللي خلاه اخذ الحكم وكفى الله المعين قتال، وهو واثق بقى في تفاصيلك. انت بقيت راجل فعلا مدير مالي، بتعمل خطط ماليه فعلا. جماعه والله العظيم انا فاهم الناس المالتي ناشونال والناس اللي بتشتغل المحاسبين والماليين اللي بيشتغلوا في مالتي ناشونال لو سمعوا الكلام بتاعنا ده ممكن يقولوا علينا ايه اللي انتوا بتقولوه ده يا جماعه؟ انتوا بتحكوا، انتوا فيش، انتوا ايه اللي انتوا بتحكوا فيه ده؟ مصروفات ايه؟ مش في بادجت يا ابني احنا ماشيين عليها؟ انتوا يا فندم ماشيين عليها. احنا يا فندم ما عملناش قائمه دخل عشان نعمل بادجت. احنا لسه ما عملناش هنا ميزانيه، احنا لسه بنعمل ميزانيه فيك. احنا لسه بنعمل قائمه دخل، تقول لي بادجت نمشي عليها؟ باشا الله يبارك لك، سيبنا في حالنا عشان احنا قدامنا واقع مرير محتاجين نستعدله الاول. فالناس اللي هي البروفيشنال درست وتفوقت وخدت خبره واشتغلت في شركات تقيله، الناس دي مش هتشوفنا، مش شايفانا، الناس دي مش شايفانا خلاص. وانا اول ما طلعت على السوشيال ميديا وابتديت اقدم محاضرات في المحاسبه كنت بتكلم بالمعايير وبالكتب الدوليه بس. اقوى فيديو جاب 9 فيو و18 فيو لما شعبنا المحاسبه كده، انت واخد بالك؟ ها، ونزلنا قلنا للمحاسبين تحت والناس هنا يا جماعه لا المنطقه دي ممكن نشتغل فيها وممكن اتشافنا، الناس شافتنا، وفي ناس كتير اتريقت علينا وعلى طريقتنا وعلى اسلوبنا وبقوا بيتبعوا الاسلوب ده دلوقتي، لان فعلا كان في قطاع عريض من الناس مهمل، الناس ما عندهاش طاقه للتعليم، اللي كارهه الاساليب التعليم التقليديه، اللي مش فاهمه تربط ما بين اللي بتتعلمه والواقع، اللي مش فاهم يطبق ازاي. المدير المالي وظيفته ايه؟ تعظيم ثروه الملاك، البحث عن مصادر للتمويل اقل كلفه، والبحث عن مصبات للاستثمار اعلى ربحيه. وطول ما انا بجيب فلوس بتكلفه قليله اللي بتنزل من ضمن قائمه الدخل فوائد على سبيل المثال، ها، وطول ما انا بحط في فلوس في استثمارات بتجيب عائد كبير اللي بيتحط في قائمه الدخل، فانا هحقق نتيجه اعمال كبيره فهتعظم ثروه الملاك. فده دوري يا فندم، فده دوري. وانا قلت لحضرتك مفيش اي بيزنس مان رجل اعمال ابتداها من الصفر الا ما بيقعد 5 سنين بيحترف التشغيل و3 سنين بيحترف الاستثمار وبقيت حياته يحترف التمويل. يعني هو عنده صنعه وعنده مهاره، فبيقعد 5 سنين الحسابات كلها على ايده، فهو قاعد ماسك عملاء وموردين وماسك مخازن وطلعنا كام يا ابني وعملنا كام وهنسدد كام وكل حسبه على ايده. يقعد له في الفيلم ده 5 سنين، تبتدي البيزنس يبامب معاه، فيبتدي لا ده انا عايز اجيب الات تاني وخط انتاج تاني وافتح فرع تاني وافتح هنا وافتح هنا وافتح هنا. فما بقاش بقى ساب للناس بقى، ما بقاش بقى مركز في المكن واعطال المكن والعمال اللي جت والموردين اللي جم، انت فاهم؟ لا ده بقى يا فندم رايح بيفتح في الحته الفلانيه وبيفتح فرع جديد، وفي الصين بيتعاقد على خط انتاج جديد، انت واخد بالك؟ وبيستورد ايه من هنا وبيجيب ايه من هنا، بقى بيفكر في مرحله الاستثمار. لحد ما تيجي يا فندم، لا يا فندم بيجي بقى الناس يقول لك بورصه بقى،
خلاص بقى يا معلم، الشركه بقت تمام وبتاع، نطرح بقى، نحوكم بقى ونظبط بقى. هل وهو بيشغل في الاول خالص كان في خياله ان هو ممكن يوصل للمرحله دي؟ اطلاقا اطلاقا. لكن اللي بيآمن بشغله بيوصل. وانت لو موجود في شركه مستقره ماليا، يمكن يكون المرتب مش كبير بس الشركه مستقره ماليا خلاص، وفي تقدير وفي ألفة وفي جو كويس، وانت شايف مستقبل، شايف ان هيبقى في جروث، في نمو. لو المنشأة مستقرة على حالها يعني هزيد ايه؟ لكن لو المنشأة دي العائد بتاعها زاد، اتضرب في 2 وفي 3 وفي 4، وانا موجود وانا بعمل تقارير وانا بعمل مؤشرات. في التقارير بتاعتي بعمل حاجات ملونة. يعني مثلا انا بقدم تقرير لشركة تطوير عقاري، عامل ورقة راسم فيها العماير، انتوا معايا؟ راسمها الوان، وملون الشقق اللي اتباعت بلون، والشقق اللي اتحجزت بلون، والشقق اللي لسه ما اتبنتش بلون. انت واخد بالك؟ تقرير لطيف، انبسط في احدى المنشآت عادي. ايه تقرير يقدر يشوف منه، يتابع المحفظة بتاعته وضعها عامل ازاي. ففندم التقارير الإدارية تقارير ضرورية، التقارير الداخلية هي تقارير ضرورية. مش شرط بقى أكون فاهم إن كل التقارير لأغراض عامة. خلاص بقى احنا خلصنا من الغرض العام، خلصنا من إعداد القوائم وإعداد التقارير وإعداد القوائم المالية لأغراض عامة. لا، أنا عايز بقى دلوقتي أحترف، أطلع معلومات وأطلع تقارير. فبنرجع تاني ان التقارير الداخليه بتبقى اكثر اهميه وقيمه من الجنرال بيربس. خلاص، ميزانيه وقائمه دخل المحترف اللي عندي رئيس الحسابات بيعملهم كتر خيره وبيدوهم لي انا كمدير مالي. فانا بقعد براجع الاول، براجع من منظوري، براجع على الحركه بشكل عام، وابتدي بقى ادي المسارات الماليه والوضع ايه، وانحرفنا على الخطه بقد ايه، القصه هتمشي ازاي. صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. قول يا مستر. دكتور بعد اذن حضرتك، انا كنت بسال حضرتك سؤال هل في فرق بين تحليل البيانات داتا اناليسيس والتحليل المحاسبي، ولا دي حاجه ودي حاجه؟ طب انت مستر رجب، انت الاول فاهم يعني ايه تحليل بيانات ويعني ايه تحليل محاسبي، ولا دول مصطلحين عدوا قدامك وعايز تستوعب الفرق ما بينهم؟ بالظبط حضرتك، دول مصطلحين عدوا، وكنت حتى لما كنت يعني اتعمقت شويه كده لقيت طبعا ده اوريدي مجال وده مجال، فانا قلت ممكن يكون في يعني اوجه تشابه بينهم. اديني كده، ممكن يكون في اوجه تشابه بينهم زي ايه كده؟ يعني في حضرتك اللي هو تحليل البيانات باستخدام الاكسل، تمام. احنا اوريدي في المجال المحاسبي برضه بنستخدم انا عشان اوفر عليك يا مستر رجب، الله يبارك لك، عشان اوفر عليك تحليل. انت حضرتك بتقول لي في فرق ما بين تحليل البيانات والتحليل المحاسبي، صح كده؟ طب يا فندم لو قلنا ان ده اسمه تحليل بيانات انما ده اسمه تحليل البيانات المحاسبيه، هيبقى في فرق؟ طب لو قلنا ان ده تحليل البيانات وده تحليل البيانات الهندسيه، طب ده تحليل بيانات وده تحليل بيانات الطبيه، هيبقى في فرق؟ فاعتقد ان المفهوم وصل، ان تحليل البيانات ده مفهوم اشمل واعم، بتطبقه على الكارير اللي حضرتك موجود فيه، بتحلل بيانات عملاء، بتحلل بيانات محاسبيه، بتحلل بيانات ماليه. انت معايا؟ فالداتا ده مصطلح عريض ينطبق تحتيه كل التخصصات والمجالات. تمام. الله يرضى عليك يا شيخ. اشكرك يا دكتور. على راسي حبيبي والله، على راسي. اتفضل يا مستر محمد. خلاص، انا كنت هقول لكم موضوع خطير تاني بس نسيته. انتوا اسئلتكم اهم. اتفضلوا، قول يا استاذ محمد. معلش يا دكتور، طب البيزنس اناليسيس هو ده اللي احنا بنعمله في المحاسبه، ولا ليها حاجه تانية مثلا مكمله؟ ولا يا فندم البيزنس اناليسيس
البيزنس اناليسيس، المشروع كله ببيئته الخارجيه المباشره والغير مباشره، ببيئه ثقافيه، ببيئه جغرافيه، ببيئه اجتماعيه، ببيئه دينيه، بمنافسين، بعملاء، بسوق عمل، بماركتس، باسواق، كبيئه مباشره. ده فندم خارجي كده، ولسه داخلي انا جوه عندي. فين الادارات؟ فين الادوار؟ فين الوظائف؟ فين المهام؟ فين المناطق؟ فين الترتيب الداخلي للشركه؟ فين مين رايح فين؟ فين الفيجن؟ فين الميشن؟ فين الفاليو بروبوزيشن؟ فين؟ ده البيزنس. تمام؟ ده الايه؟ ده البيزنس. انما احنا ناس غلابه يا عم. احنا ناس بنقول له نسبه التداول ونسبه السيوله ونسبه دوران الاصول ومعدل دوران الاشغال الشقه المؤبده. لكن حضرتك امتهنت الماليه واحترفت الماليه، مفيش ما يمنع انك تدرس بيزنس. زمان واحنا كنا في الكليه بتاع التجاره زمان، كان يجي يقول لك تخش محاسبه ولا اداره؟ اداره؟ اصلا كان بيقول لك تخش كليه ولا تجاره؟ تجاره؟ قبل الكليه كان تخش كليه ولا تجاره؟ تجاره؟ يعني على اساس ان الكليه حاجه وتجاره دي حاجه ثانيه. اوكي كده الشعب. ولما دخلنا التمييز العنصري رهيب يا جماعه، حتى جوه الكليه ذات نفسها. فكان عندنا قسمين بس، بقيه الاقسام ما كانتش موجوده. احنا كلنا 300 طالب باين ولا حاجه. فقال لحضرتك ايه؟ تخش محاسبه ولا اداره؟ اداره؟ تخش نظري؟ انا ما بحبش الحفظ، انا مش بتاع حفظ، انا راجل بتاع محاسبه، بروفيشنال محاسبه ليفل 1 جوه الكليه. انا الجامد والله يا جماعه. وخرجت من الجامعه ومارست واشتغلت واتمرمطت ورحت وجيت، وانا فاكر ان المحاسبه مستوى اعلى من الاداره. ان اللي يشتغل في المحاسبه يشتغل في الاداره والشطاره والتسويق والاساليب الكميه والاحصاء. انت واخد بالك؟ لكن لما عقلت وعديت ال 40 عرفت ان الاداره هي كل حاجه، المحاسبه جزء. يا راجل ده اسمها الاداره الماليه. جو جنبها اداره الاداره، تحتيها الاداره العليا. انت واخد بالك؟ ففندم اتضح ان المحاسبه كلها ما كانتش هدف، دي كانت تول للاداره، دي كانت اداه لتقديم معلومات للاداره، لاتخاذ قرارات على اختلاف مستوياتها التخطيطيه العزيمه. داي تو داي اوبريشن ولا الميديوم تيرم ولا لونج تيرم، ولا بنفكر ازاي احنا هجيب معلومات منين؟ هجيب معلومات من المحاسبه والماليه والتسويق، الادارات اللي تحت الاداره. فاكتشفت لا، ان دراسه الاداره دراسه عظيمه، دراسه عظيمه. وبفعلا يعني احنا عارفين كويس جدا ان اي حد طبيب صيدلي مهندس هيمسك منصب اداري بيرشح له ان هو يدرس ماجستير اداره اعمال. وده لا يمنع ان وانت بتدرس ماجستير اداره الاعمال بتصطدم في ترماتك الاولى بدراسه المحاسبه ودراسه الماليه ودراسه لازم. بس باخد اداره بقى ثانيه، اداره استراتيجيه واداره تسويق واداره اعمال دوليه. انت واخد بالك؟ بدرس بقى كل الادارات، وبدرس السلوك التنظيمي والصراع التنظيميه والثقافات التنظيميه والاداره المالتي ناشونال، واداره الاعمال الدوليه واداره الموارد البشريه واداره المواد والامداد والاحتياجات. ادارات كتير بيتلموا لك في البرنامج بتاع ماجستير اداره الاعمال المهني، الادارات. فلا اكتشفت طبعا ان الاداره موضوع ده احنا مش بنشتغل محاسبين محترفين ونفضل نطفح حكوته عشان محاسب اول، انا رئيس حسابات، مدير حسابات، مدير مالي. مدير قبل المالي، مدير قبل الحسابات، فانت مدير. فطبيعي طبعا عشان تكون موظف كفء لازم تتعلم حتى اساسيات الاداره، التخطيط والتنظيم والتوجيه والرقابه، وظائف الاداره، الادوار الاداريه، الادوار الشخصيه والادوار المعلوماتيه، المهارات الاداريه.
زي المهارات الفنيه والمهارات التكنيكال والمهارات الهيومن والمهارات الهيومن سكيلز والتكنيكال سكيلز والكونسبشوال سكيلز، المهارات الفكريه والقدره على رؤيه الصوره الكامله. يا جماعه كل ما بتطلع وتكبر كل ما الدنيا بتصغر بتشوفها كلها. ازاي تشوف الوول بيكتشر؟ خبره، هي محتاجه خبره. مين تاني عنده سؤال يا احباب؟ اتفضل يا فندم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. ايه البيانات يا دكتور اللي بستند عليها وانا بحدد التارجت للمندوب سواء كان مبيعات او تحصيل؟ ما هل المندوب ده مسؤوليته يبيع ولا مسؤوليته يحصل؟ عشان دي وظيفه ودي وظيفه. الاثنين. خلاص يبقى هتحط معايير هنا ومعايير هنا. ما اقدرش. انت بتقولي دلوقتي ازاي احدد كفاءه المندوب؟ ازاي اديله بونص بناء على انت قادر معاييرك ايه؟ فانا طبيعي هقول لك على ايه. يعني لو اتسال اي سؤال حد من زمايلنا دلوقتي، يا ترى اقيم المندوب اعتمادا على ايه؟ اولا حجم العملاء اللي هو بيجيبه، حجم التعامل بتاعه، سرعه التحصيل من العملاء تبعه. انت واخد بالك؟ ها؟ نسب كتير اقدر ان انا اطلعها، او مؤشرات اقدر ان انا اطلعها. وحضرتك ممكن تدخل على شات جي بي تي يا مستر احمد بمنتهى الامانه والله، تمام؟ وتقول له يفكر ازاي. يعني ايه الاول؟ يعني حضرتك هتسال شات جي بي تي تقول له كده: انا دلوقتي عندي مندوبين بيع، والمفروض ان هم بيقوموا بالوظائف الاتيه. ايه البيانات اللي المفروض تكون تحت ايدي، وازاي اقدر اعمل نموذج بتحضر الجن الاول، وازاي اقدر اعمل نموذج يخليني اقدر احكم على اداء مندوبين البيع. خلاص؟ هيعصر ويرص لك. اكيد هنا طالب منك ايه؟ بيانات. انت واخد بالك؟ اقدر اعمل نموذج بالطريقه الفلانيه واطلب بيانات بالطريقه الفلانيه. فالمبيعات موجوده. هل المبيعات لكل عميل؟ عدد العملاء بتوعهم موجودين؟ التحصيلات، مبالغ التحصيلات موجوده؟ فترات التحصيل موجوده؟ فانت لما تقول له ايه المعلومات المتاحه هيديك نموذج لطيف. صدقني والله العظيم، شوف مع اني ما اعرفش اهو، ومؤشرات لطيفه تقدر تحكم بيها. فحضرتك دير الموضوع، واحنا وهبنا اداه لطيفه ممكن بس نركب عليها واحنا بنوجهها عشان ناخد منها نتائج مظبوطه. مش هخش اقول له اعمل لي قوائم ماليه، يا ترى الحسبه ايه؟ انت ايه بقى؟ اعملها ازاي؟ لا، هوجه وهرسم اطار مظبوط هيطلع لي نتائج مظبوطه. اتفضل يا مستر سامر نادي. السلام عليكم يا مستر سامر. ازيك يا مس؟ اهلا وسهلا يا فندم. اهلا وسهلا. كان في سؤال في المحاضره الثانيه، التكاليف. خلينا بقى الاثنين الجاي معلش. خلاص ماشي. عشان خاطري معلش، احفظيه معاكي اجاوبك عليه والله. بس عينيا. اتفضل يا مستر وسام. السلام عليكم. يا هلا بيك يا شيخ. انا كان عندي بس سؤال صغير ماشي على راسي. استفدت معانا النهارده يا اخي. والله جدا. الله يرضى عليك. خريج بقالي 10 ايام. فريش. حلو. بس امانه الله يعني حضرتك ليك الفضل الاول والاخير بعد ربنا عليا في مستوى المحاسبه. الله يرضى عليك يا اخي، تسلم على راسي. يعني انا حاليا دلوقتي بحاول ادرس تحليل مالي وبحاول اخش في الشغل ده، وليا يعني يعتبر اخ هو معتمد اللي هو ياخدني في هيئه حقوق السويس، هو قسم التجنيد. هو حضر كورس دلوقتي تجنيد محاسبه. كان استفساري بنسبه الالتزامات، لان كان في استاذ قال ان القروض لو انت مثلا خدت قرض مدته 10 سنين بس هتبدا السداد مثلا من بعد 5 سنين، فانت كده تقدر يعني اعمله كالتزام ثابت او كطويل الاجل بمعنى صح. هو انا لو خدته على 10 سنين وهسد كل سنه من في ال10 سنين من اول دلوقتي، ما انا هحطه التزام طويل الاجل برضه. هو قال لا المتداول، فانا حصل عندي نفس الفكره. مين هو؟ معلش انا ما سمعتش. هو اسمه استاذ. لا استنى، ده انت بتتكلم على حد بتاخد معاه كورس؟ لا استنى بس. اولا لا، انا ما يعني لو هو راجل بيدي كورس مستحيل يقول كده. هو هيقول لك
لو القرض مثلا ب 10 مليون، فانت هتاخد ال 10 مليون تحط منهم 9 مليون لونج تيرم، خلاص، وهتاخد مليون تحطه كرنت على اساس ان هو هيتسدد خلال السنه دي مثلا يعني. لكن المصروف المستحق ده بالظبط فكره ان انا هاخد الجزء المستحق من القرض، الجزء المستحق من القرض طالما. بص يا فندم، بص يا فندم، الموضوع اولا واخيرا معتمد على ايه؟ الفتره الزمنيه محل القياس. يعني ايه الكلام ده؟ يعني انت بتعمل ميزانيه عن سنه ولا بتعمل ميزانيه من شهر لشهره؟ انت واخد بالك؟ اصل انا لو بعمل ميزانيه من شهر لشهره، وده عشان مش محبذ يعني، خلينا الميزانيه نقول في سنه، خلاص؟ ميزانيه من سنه لسنه عشان اقدر اقيس بس. فكل ما هو متوقع سداده خلال فتره سنه ينزل متداول، اي حاجه بعد سنه هتنزل التزامات طويله الاجل. فالقرض يتقسم، يتاخد منه حته وتنزل منه حته، والكلام ده حتى احنا قلناه في فيديوز قبل كده. تمام. النقاش بقى صغير، كان في الكيس اللي حضرتك طرحتها بتاعت ان وانا بحلل الموردين، في حته ان لو المردودات والمسموحات زياده يبقى كده الموردين مثلا بيجيبوا له بضاعه بايظه او بضاعه فيها مشاكل. مش انا هنا بيبقى عندي اصلا هيئه رقابه والبضاعه دي داخله المخزن؟ ده اولا، فازاي اصلا البضاعه دي عدت من فاهمني؟ رقابه الجوده، الريسيفنج بتوع الاستلام، هنجيبهم نديهم قلمين عادي. كانوا نايمين ولاد الكلب قاعدين بيشربوا حاجه على جنب كده، انت فاهم، وما اهتموش، مثلا هنجيبه خد يلا انت اهو، ازاي البضاعه دي عدت مثلا. يا اما ممكن نكون بنحسب المردودات قبل ما تخش المخزن مثلا. يعني انت معايا يا وسام؟ ايوه. يعني ممكن نكون موقفين الموضوع اصلا اللي احنا بنحسب الراجل ده وقت ما هو في فحص والاستلام، في فحص. لكن انت حضرتك افترضت افتراض جميل وعظيم انا حبيته جدا، قلت لي الناس بتوع الريسيفنج، الناس بتوع الرقابه بتوع الريسيفنج بتوع الاستلام اللي بيستلموا وبيسلموا المخازن وبتاع، الناس دي مش موجوده. امال ازاي ده حصل؟ طب ليه افترضت ان هم موجودين؟ يا راجل ده 90% من زمايلك في شركات ما عندهمش حاجه اسمها ريسيفنج. امين المخزن اساسا فاتح الباب على مصراعيه وقاعد بيشاش قدامه، والحاجه عماله تخش وتطلع وهو زي الفل والدنيا تمام. ريسيفنج مين ومين؟ انت شغال في حاجه شيك، احنا ناس لسه بنجتهد، فمش شرط يكون. انا بس بفهمك ان مش شرط. شوف، مش شرط ايه؟ الواقع يختلف عن ما تم دراسته، وليس عيبا فيما تم دراسته ولكن عيبا في الواقع. فيجب اولا استعدال الواقع حتى يكون قابلا للتطبيق المحاسبي. انفع في نشرة الاخبار. انا حاجه في بالي بقى سمعتها في الاول، حاجه في بالي ان لو كانت الشركه دي شركه صناعيه فممكن المردودات او المسموحات تدل ان انا عندي اصلا المكن هو اللي فيه مشكله او عايز الصين. افتح الكاميرا. قوم من على السرير، قوم. لا والله قاعد على الكمبيوتر، انا فاتح الكمبيوتر وفاتح التليفون. فانا افترضت ان ده المكن. هو احنا في الاول كنا بنتكلم على مردودات مشتريات ام مردودات مبيعات؟ مردودات مشتريات. امال انت ليه نقلتنا على ان ممكن المردودات تكون راجعه لعيب في التصنيع عندي؟ فكده احنا بنتكلم على مردودات مبيعات. لا، ما انا بقول لحضرتك انا سمعتها في الاول عملاء، فجاه في دماغي الكيس ده فقلت اتاكد من حضرتك. انا اديتك المفيد يا وسام. فهمت مني؟ طيب هل ينفع ايه؟ ما انا ما سمعتش السؤال. هل ينفع ان مثلا يبقى انا لو انا عندي مردودات ومسموحات كتير في المبيعات، هل ولو انا شركه صناعيه ده يرجع ان المكن مثلا عايز الصين او ان المكن هو اللي فيه مشكله؟ او في واحد عطس وخط الانتاج شغال، او في زيت وقع زياده واحنا بنعمل المربى، او في عامل ابن لذينه سهي ونسي يقطع الشوكولاته. طب ما نعيش على ما في 100,000 30 1000 سبب ممكن ترجع ان البضاعه بايظه بسببهم. مواد خام، تشغيل، انتاج، عطل، انت واخد بالك؟ عيوب فن. ليه صممت ان ممكن يكون المكن اللي جايبينه بمئات الملايين ده بايظ يا وسام؟ حرام عليك، ده احنا اخي بايعين اللي ورانا واللي قدامنا وجايبينه قسط. اتفضل يا مصطفى. السلام عليكم. وعليكم السلام. كان عندي بس كنت محتاج استشارة يا دكتور ضروري، وبعت للباشمهندس خالد
داخل مؤسسة بقالي 4 شهور، مؤسسة صناعية، وعندي كام مشكلة كده في التكاليف، لأن أنا ما اشتغلتش تكاليف قبل كده. هو ده المصنع اللي احنا كنا لما كان استاذ محمود جمعه معانا الجمعه اللي قبل اللي فاتت، واحنا كنا بنتناقش في البومات والكلام ده؟ مظبوط. ماشي، ده انت خدت استشارتك تالت، ده انا والراجل بدلنا عليك يا مصطفى، انت فاكر ان انا ناسي؟ ده احنا حلينا لك كل مشاكلك. لا مش دي لا مش أنا الجمعة اللي فاتت بتاعت امبارح بتاع الإكسل، لما قلت له أنا عندي مشكلة في دراسة التكاليف على ERP. وانا سالته هو ERP فعلا يا ابني ولا ايه؟ والتصنيع فين والبومات فين؟ وتقول لي لا اصل انا شغال دوري. طب ازاي شغال دوري وانت ERP؟ فنقول الواقع مش مظبوط، فيجب تصحيح الواقع حتى يصبح قابل للتطبيق المحاسبي. بالظبط. أنا صححت كل حاجة شغالة مالية، جربت أصول، جربت عقود إيجار، جربت ظبطت. مشكلتك في التكاليف. هو انت خدت بالك يا مصطفى في اول المحاضره وانا بقول، معلش يا مصطفى انت ما خدتش بالك في اول محاضره لما كنت بتكلم على المخازن، كنت بقول حسابات مخازن، فالراجل قلب الورقه عشان يدور معايا حسابات المخازن دي عباره عن ايه؟ فاتكلمنا في انتاج تحت التشغيل وانتاج تام، قلنا يا جماعه ده كورس لوحده. فما تستعجلش يا مصطفى، خلص تكاليف الاول. انت مش معانا في التكاليف يا مصطفى؟ مظبوط. ما تستعجلش يا اخي، حتى انت برضه سالت اسئله قبل ميعادها، هتيجي في ميعادها. انت اخرك المره اللي فاتت اخر محاضره نزلت لك تخصيص التكاليف الاضافيه بين الاقسام الخدميه والاقسام الانتاجيه. معايا يا مصطفى؟ معايا؟ ده ولسه في 30 محاضره 30 محاضره. فمليون في المية كفة الحاجات اللي بتدور في دماغك ليها علاقة بالتكاليف هتسمعها وهتسجلها وهتعرف وهتسجل نوت بشأنها، وهيجي وقتها اللي تفهمها بمنهجية فما يبقاش عندك مشاكل. لكن ده لا يمنع اني غدا القاك، لا يمنع يا سيدي الناس. تسلم. معلش يا دكتور، متحمسين للتكاليف بزياده من حضرتك. ماشي، حاضر. ما احنا انت بكره تنزل لك محاضرة والاثنين هنتقابل. على خير ان شاء الله، ربنا يجعلنا مثمرة يا رب. الاثنين هنتقابل ان شاء الله باذن الله، نشوف الناس بس ما تسوفش. الحمد لله اول باول. وطلع اسئلتك وطلع حواراتك. الله المستعان. الله المستعان. قول لي ما في نفسك يا اخ سامي، قول لي. انا كنت استفسر عن الاجور، هل ينفع ان انا في مصنع وليكن اعتمد الاجور كلها مباشره رغم ان هو العامل له راتب شهري؟ انت بتقول لي ينفع؟ انا برد عليك اقول لك ايه؟ ينفع، مفيش مشكله. تمام. بس الاجابه كده ناقصه كتير. ما هو عشان في ERP فاوراكل، فشغلنا عليه بيبقى ناقص شويه حاجات من الشركه. انا في رئيس. طب احنا بننتج ايه؟ احنا بننتج ايه؟ بننتج ايه؟ معمول. في مراكز متقسمه لعمال العجن والتشكيل والفرن والتغليف، وفي اللي هم الخدمي زي النظافه والمشرفين وعمال الصيانه وهكذا. ماشي. الاوريكل بياخد كل الاجور استحقاق اللي هي الثابت وبيدخلها جوه تكلفه المنتج على طول، صح كده؟ فبيبقى ايراد المبيعات كلهم بتوزع عدد ساعات. طيب قائمه الدخل بتاعت اوريكل ايراد المبيعات مخصوم تكلفه الصنع. هي الفكره نفسها ان انا ما عنديش خلفيه قويه بالاوريكل بيسمع فيه، لان انا لسه شغال مراقب تكاليف. طب ايه سؤالك؟ هل ينفع؟ عادي، بس كل الاجور حتى ماشي ينفع احملهم. ما احنا يا فندم قلنا ايه؟ الفكره مش في فكره يعني هل ممكن اجور عمال المناوله واجور عمال الكذا واجور عمال كذا احملهم كاجور مباشره؟ يا فندم عادي، ينفع. لكن انا عشان اديك اجابه واضحه واحل لك اللي بعد كلمه ينفع دي واقول اساسا هو ينفع ولا ما ينفعش، انا لازم اسمع ايه الواقع بالظبط. انت واخد بالك؟ وكام وامتى وازاي، والانتاجيه بتعتمد بناء على ايه، وحجم الانتاج ايه، وهي متوزعه ازاي. دي نقطه. تاني نقطه، لو الاوريكل سحب الاجور كلها جوه تكلفه اعتبرها تكاليف كليه كل الاجور ساعات العمل المباشر. ايه؟ يعتمد على ساعات العمل المباشر.
وواخد ساعات العمل المباشره كمعيار للتحميل يعني، ماشي بالظبط. ماشي مفيش مشكله. ومفيش الات ولا معدات ومكن وكده؟ في طبعا المكاين، اللي هي المكان اللي بيتم عليها التشكيل بتاع، بتطلع من المطبخ بعد كده بتخش على مرحله التشكيل. والمكاين دي بتسحب قوه محركه وبتاع وكلام من ده؟ كهرباء طبعا، وفي عمال الصيانه بيبقوا في خدم بيخدم عليها لو فيها اي كيس لازم نسمع ديتيلز، لازم اسمع ديتيلز عشان اقدر افيدك. فيا اخي مفيش مشكله، لنا استشاره. حاضر تمام حاضر. شكرا. كتبتك الاول يا مصطفى، كتبتك قبل سامي والله. حبيب قلبي تسلم. والله كتبتك الاول يا اخي. حضروا لنا بقى قصيدة التكاليف لحد تخصيص التكاليف والخدمي والإنتاجي ومعدلات التحميل ومعدلات التوزيع. طب الفايفو واللايفو أظن كان كلام لطيف وظريف وشريف وعفيف، ها؟ كان كلام بسيط والله. طب قوائم التكاليف، نظرية الطاقة المستغلة العظيمة، زي ما أنت استغليت بنسبة يبقى تتحمل بنسبة. والله العظيم كلام عظيم. ادرس، الله يبارك لك وما تضيعش وقت. نشكر حضراتكم لحسن الانصات وحسن الاستماع، وزعلان من الناس اللي ما فتحتش الكاميرا النهارده، بس انا كنت مصمم ان انا ما افصلش نفسي عشان ما اتعبش والناس تكون دخلت استفادت. نشكركم لحسن استماعكم لنا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اتفضلوا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.